لأن أي نتيجة غير المكسب مع فوز أهلي طرابلس على اتحاد العاصمة يعني الزمالك بره البطولة، ومش هيكون في غير عنوان واحد للنتيجة دي. مش ده اللي قلناه الحلقة اللي فاتت؟ وهو ده السيناريو اللي بيتطبخ دلوقتي فعلا. السؤال دلوقتي مش الزمالك هيصعد ولا لا، وهيصعد ازاي، وايه المعدل اللي هيعوض فيها عشان يصعد. السؤال دلوقتي هو ايه الطموح اللي عند الجمهور او الاداره في البطوله دي اصلا، حتى في حاله صعود الزمالك. يعني بالمستوى ده ممكن الزمالك يوصل لغايه فين؟ السؤال التاني لإناسيو، انت كنت عاوز ايه من ماتش النهارده؟ ما هو لو عاوز تتعادل او تكسب مش ممكن يكون تشكيل خط وسطك ابراهيم صلاح ومعروف وتوفيق. التوليفه دي مش ممكن تعمل حاجه في نص الملعب غير انها تسلمه للخصم بفيونكه. غير مميزين لا في التمرير ولا التسديد، وتوفيق وابراهيم تحديدا لا بيستخلصوا كوره ولا بيضغطوا صح. اما لو عاوز تخسر فالحمد لله ربنا وفقك، بس يا رب لو ربنا كتب لك عمر جديد مع الزمالك تكون عرفت قيمه ايمن حفني في نص الملعب، اللي محتاجش اكتر من 4 دقايق عشان يعمل اسيست جون التعادل لستانلي، اللي ضيع انفراد و2 وحاول يضيع كوره الجون بس ربنا ما وفقوش، بس لانه بيجتهد فربنا وفقه تاني في الشوط التاني وضيع له واحده تانيه. الزمالك بشكل عام رغم الفرص اللي ضيعها في الشوط الاول والتاني قدم مباراه ولا اسوأ، خصوصا دفاعيا حاجه مهزله بكل المقاييس، وقصاد فريق ضعيف وهو مستقر ومكتمل الصفوف، فما بالك لو عنده مشاكل مع مديره الفني ومجموعه من لاعيبته، وخسران رايح جايب ال4 من اهلي طرابلس اللي حضرتك وحضرتك وحضرته عندهم امل وعاوزين نفس المجموعه دي من لاعيبه الزمالك يكسبوه يوم الاحد الجاي. بأمارة ايه؟ معرفش الصراحه. تحتار تختار مين اسوأ من مين؟ بيسجل جون من كل 350 انفراد برعايه ستانلي ابو 30 مليون جنيه، ولا وسط مش موجود اصلا عشان تقيمه، ولا الدفاع اللي بيرتكب الموسم ده جرايم ما حصلتش في تاريخ النادي من ايام الكره المربعه. النهارده كانت فضيحه دفاعيه بكل المقاييس، فضيحه في كل اساسيات الكره من ضغط وتغطيه وتمركز، وعليهم استهتار. ايناسيو غلط في التشكيل والتغييرين التاني والتالت متاخرين، بس العيب مش فيه، العيب في مجموعه اللعيبه اللي مش من اختياره اللي فشلوا مع كل الاجهزه الفنيه. العيب واضح والخلل الكل شايفه، والعلاج في عمليه جراحيه عاجله زي اللي عملها ميدو في 2014، لان اخر حاجه محتاجها الزمالك دلوقتي انه يغير مدير فني. العيب لو في المدير الفني هيكون بنسبه لا تتعدى 30%، والباقي عند لعيبه فعلا اصبحت لا تستحق اي مسانده ولا تشجيع ولا لبس تيشيرت الزمالك، ومعروفين بالاسم، بس مين يسمع ومين يفهم؟